تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة حلوة جدا وسريعة، مش هتقفي في المطبخ كتير ومش هتستخدمي غير حلة واحدة بس. بصوا بقى، طعمها لذيذ قوي وسريعة وكمان بتطلعي بنتيجة تحفة جدا. هنعمل الكبسة مع بعض، كبسة الفراخ بطريقة حلوة قوي. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. اول حاجة معايا لازم اكون كده مجهزة الفرخة بتاعتي وغسلاها كويس جدا بقى بالليمون والملح والدقيق ومظبطينها. وانا عايزة الفرخة ما يكونش فيها اي سوائل، فهنصفيها كويس جدا جدا من المية. خلاص عشان لما اجي استخدمها ما تنزلش ميه معايا. جبت حله حطيت فيها ربع كوبايه من الزيت، معايا 2 لومي و2 قرفه الخشب، ومعايا لوري، ومعايا حبهان، ومعايا كمان 3 قرون كده من القرنفل، بيدي الاكله بتاعتنا طعم حلو جدا. بعد كده ما انزلهم في الزيت واحس ريحتهم طلعت معايا كده، هبتدي اكون مجهزه بقى ايه بصلايه كبيره كده متقطعه قطع متوسطه. هبتدي اشوح في البصلايه بتاعتي لحد ما تدبل معايا، يا دوبك تدبل. بس بعد كده هكون مجهزه فصين من الثوم، هننزل بيهم برضو. الثوم هنزله صحيح زي ما هو. خلاص كده. وبرضو نشوح فيهم كده مع بعض علشان نشم بقى ريحه البصل والثوم والتوابل مع بعض، بيكون ريحتها خطيره جدا. هكون بقى مجهزة الفرخة زي ما قلت لكم. اهم حاجة تكوني مصفياها من اي سوائل فيها، مش عايزة الفرخة لما تنزل تنزل مية خالص. على نار عالية بقى، وهبتدي انزل كده بالفرخة بتاعتي مع البصل كده بعد ما دبل شوية، مش عايزاه ياخد لون خالص، يا دوبك بس بندبله شوية وبننزل بالفراخ اللي معاه. وهبتدي بقى اشوح فيها كده تشويحة حلوة على النار. وهكون مجهزة بقى التوابل بتاعتي، عبارة عن هنضيف عليها نص معلقة كبيرة من الكركم، نص معلقة من الفلفل الأسمر، ربع معلقة بسيطة من القرفة، نص معلقة كبيرة كمان من السبع بهارات، ومعايا رشة كده من الجنزبيل. وهبتدي بقى اقلب بقى في الفرخة بكل التوابل اللي معايا دي على نار عالية. كل الكلام ده كده انا معلية النار عليها، ونقلب فيها كويس جدا لحد ما تاخد لون معايا وتشرب من طعم التوابل. بالراحة وانتي بتقلبيها علشان ما تتهريش منك. خلاص، على نار عالية ونسيبها شوية كده مع التوابل دي. بفضل اقلب فيها شوية حلوين كده، كل شوية بقلبها بديها تقليب. بعد بقى ما تاخد لون معايا كده هكون مجهزة معايا جزرتين كبار مبشورين، هبتدي انزل بيهم. قرن شطة، هو مش حامي يعني، قرن شطة كده عشان يديها طعم حلو. خلاص، وهي بتستوي بيديها طعم حلو، بيخلي ريحتها حلوة برضو قوي. نقلبهم بقى مع بعض كويس. وهنزل كمان بمعلقة من معجون الطماطم، صلصة يعني معلقة كبيرة كده، معلقة واحدة بس. هكون مجهزة كمان 5 حبات من الطماطم مبشورين، يعني ابشر الطماطم بس ونشيل القشر بتاعها. هنبتدي بقى ننزل بيهم ونديهم تقليبة كده حلوة مع بعض. وبعد كده هبتدي اغطي عليها واسيبها 10 دقايق بقى على نار هادية مع الطماطم وكل الحاجات اللي احنا استخدمناها دي. سيب الفراخ بقى تتشرب كده براحتها على نار هادية 10 دقايق، وبعد كده برجع لها تاني. ال10 دقايق دول بيفرقوا جدا في طعم الفراخ، يعني بتشرب من كل بقى التوابل اللي احنا استخدمناها، والخضار بقى البصل والطماطم بيخلوا طعمها حلو جدا، بيخلوا طعم اللحمة بتاعة الفراخ تحفة قوي. خلاص كده، بعد ال10 دقايق بقى هديها تقليبة، واكون مجهزة الملح. طبعا هنظبط الملح بتاعنا، لسه محطناش ملح خالص، فضفت انا معلقة كبيرة من الملح. ظبطي الملح بتاعك حسب الكمية اللي عندك. هضيف كمان ميه بتغلي، كنت جاهزه ميه بتغلي في الكاتل، يا دوبك كده بس هغطي الفراخ. طبعا كلنا عارفين ان الفراخ البيضه ما بتاخدش تسويه، فهي نص ساعه وهتكون مستويه جدا. هسيبها بقى كده على النار، على نار هاديه نص ساعه، وبعد كده هرجع لها تاني. هتكون الفراخ خلاص خدت التسويه بتاعتها المناسبه، وبعد كده هنكمل الاكله بتاعتنا. هنا خلاص بعد نص ساعه كانت الفراخ دخلت في التسويه بتاعها. هجيب بقى صينيه ابتدي اشيل الفراخ من الصوص اللي احنا عاملينه ده. وهنا طبعا لو انت حابه تكملي الوصفه كلها في حله واحده زي ما قلت لك هتعملي كده، بس انا بحب الفراخ تكون مقرمشه، فهبتدي اشيل الفراخ واحطها بقى تحت الشوايه كده علشان تاخد لون حلو ويكون شكلها حلو في التقديم. لو انت حابه الفراخ زي ما هي في الرز كده هتنزلي بالرز على الفراخ في الحله وتسيبيهم يكملوا تسويه مع بعض. لكن لما بتشيليها كده وتحطيها تحت الشواية بيكون طعمها احلى وشكلها كمان احلى في التقديم.
هاخد بقى مغرفتين كده من الصوص اللي احنا عاملينه ده علشان هستخدمهم. وبعد كده هكون مجهزة الرز بتاعي. الكمية بقى اللي انت عايزة تستخدميها، انا استخدمت هنا 1.5 كيلو من الرز. هبتدي انزل بيه، ويا دوبك كده المية بتكون فوق الرز بعقلة صباع واحدة بس. انا هنا كان محتاج شوية مية، زودته الشوية اللي انا شلتهم يعني، حطيت مكانهم شوية مية، وضفت عليه كمان قرن شطة كده حامي مقفول زي ما هو، مش هيحميها قوي ولا حاجة، هي بس هيديها طعم حلو. خلاص هجيب بقى الفراخ، وجبت الصوص اللي انا خدته، ضفت عليه معلقة من الصلصة ومعلقتين من الزيت، رشة من الفلفل الاسود ورشة كمان من الملح. وهبتدي بقى ايه ادهن الفراخ بتاعتي علشان تاخد لون حلو قوي تحت الشواية. الخلطة دي هتخلي الفراخ تاخد لون جميل جدا. بعد كده هندهنه بقى ونضيف كل الصوص اللي معايا على الفراخ كده، وندخلها بقى تحت الشواية لحد ما تاخد اللون، يعني ربع ساعة تلت ساعة وهتكون جاهزة معاكي. هنا بقى الرز كان خلاص بيتشرب، هديت النار عليه. اول ما يبتدي يغلي معايا ويتشرب المية اللي فيه بهدي النار واسيبه على نار هادية خالص نص ساعة وبيكون جاهز معايا. هنا بقى تعالوا نعمل مع بعض سلطة الدقوس التحفة اللي ما بتاخدش وقت خالص، يعني بصوا دقيقة وبتكون جاهزة. معايا 5 حبات من الطماطم، معايا قرنين من الشطة الحامية والباردة، 3 فصوص من الثوم، ومعايا ربطة من الكزبرة. مش عايزة العيدان بتاعة الكزبرة، انا عايزة بس الورق بتاع الخضرة. هبتدي اقطع كل الكلام ده في الكبة مع بعضه، ومعايا كمان عصيرتين من الليمون هنزل بيهم بقى كلهم مع بعض. هضيف كمان عليها بصوا رشة بسيطة من الفلفل الأسود، وكمان ربع معلقة كده من الملح. بس كده هي دي سلطة الدقوس اللي معانا النهاردة، اللي بتكون طعمها حلو جدا ولايقة جدا على الطبق بتاع النهاردة. هنبتدي بقى ايه ننزل بالفلفل والملح وهفرمهم مع بعض كلهم كده في دقيقة. مش عايزاها تكون مفرومة ناعمة، انا عايزة السلطة بتاعتي يكون فيها قطع كده علشان يكون طعمها حلو والقوام بتاعها يكون حلو معايا. زي ما انتم شايفين انا بتكه واسيب على الكبه، يعني مش بضغط عليها مره واحده علشان تطلع معايا قطع كده فيها قطع. خلاص كده جاهزه معايا. هبتدي بقى ايه اغرفها علشان تكون جاهزه معايا على التقديم. هو ده القوام اللي انا عايزاه، طعمها وريحتها ما شاء الله تحفه جدا، وبتكون لذيذه قوي جنب الرز الكبسه اللي احنا عاملينه النهارده. الرز بتاعنا خلاص كان استوى، والفراخ كمان كانت خلاص خدت اللون بتاعها المطلوب. وكمان انا حطيت فحماية كده على النار وحطيتها على الفراخ. بعد ما الفحمية استوت حطيتها كده على الفراخ بمعلقة زيت واحدة بس علشان تدينا طعم الشوي بالظبط. والحركة دي اختيارية، لو انت حابة تعمليها اعمليها، بس هي بتفرق طبعا في طعم الفراخ، اكنك شواها على الفحم بالظبط. هنا بقى تعالوا نغرف مع بعض ونشوف لون الرز قد ايه كان تحفة وجميل، وريحته كانت خطيرة جدا. هبتدي بقى انزل بالرز اللي معايا كده في الطبق اللي عندي، ونبتدي بقى ايه نساوي الرز بتاعنا كده علشان الاكل بتاعنا يكون شكله حلو برضو في التقديم. ظبطي الاكل بتاعك علشان وانتي بتقدميه كده يكون شكله يفتح النفس. برضو التقديم عليه عامل، يعني شكل الاكل كده وانتي بتقدميه للناس لازم يكون شكله حلو، علشان طبعا العين بتاكل قبل اي حاجة، فلازم اكلك برضو يكون شكله حلو. خلاص كده ظبطت بقى الرز. هبتدي بقى ايه اجيب الفراخ. تعالوا اوريكم لون الفراخ كان تحفة ما شاء الله، وريحتها كانت حلوة قوي. هاخد بقى الفراخ اللي معايا واحطها برضو على وش الرز كده. دي كبسة الدجاج يعني، او كبسة الفراخ، فكلها المفروض اللي هي بتكون في طبق واحد. فانا هقدمها بالطريقة دي كلها في طبق واحد كده. وبعد كده هبتدي اجيب السلطة اللي احنا عملناها واحطها كده في النص بقى علشان يكون الطبق ده متكامل من كل حاجة. وهبتدي كمان اخد بقى الصوص اللي نازل من الفراخ ده اديها دهنة بيه كده عشان تخلي الفراخ بتاعتي بتلمع كده وشكلها حلو، وكمان يكون طعمها احلى. خلاص كده كده الطبق بتاعنا كان جاهز، ما خدش وقت خالص، هو خد ساعة بالظبط، نص ساعة تسوية الفراخ ونص ساعة التانية تسوية الرز، مش اكتر من كده. وكنا طالعين بطبق ريحة وطعم وشكله حلو قوي. زي ما قلتلكوا مش هتقفي في المطبخ كتير. لو وصلتي بقى معايا لهنا ما تنسيش تحطي اللايك، لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة علشان يصلك كل الاشعارات اول ما انزلها على طول. شاركوا الفيديو بتاعي مع كل اصحابكم وحبايبكم علشان يوصل لناس كتيرة جدا. وجربوا بقى الكبسة قد ايه كانت تحفة. بصوا الفراخ ما شاء الله تسويتها حلوة قوي.
يا رب الفيديو يكون عجبكم واستنوني في فيديو جديد، باي.